ما كنتش متوقع اللي هيقوله وليد الفراج ومشجع زملكاوي. تعال نسمع كده وبعدين نرجع نرد عليهم. مساء الخير يا ابو بدر. انا مصري زملكاوي، وبطمنكم وبطمن جمهور الاتحاد هياكل الاهلي المصري فريق مش في حالته، ومعمول له هاله اعلاميه في مصر وخلاص. انا بشوف ان مفيش خوف من الاهلي المصري نهائيا. والله شوف، يعني انا مباراة الاتحاد مع الاهلي المصري هذه، يعني عشان يكون واضح، والله انا جواي انا اتمنى الاتحاد يفوز. ابغى الاتحاد يفوز على الاهلي 5. بس اذا فاز الاهلي المصري اكيد اني ابيع القضيه وانتقل للطرف الاخر. ليه؟ لاني انا اساسا عضو في النادي الاهلي المصري. اهو شايف؟ شايفين؟ استاذ محمود طاهر الله يمسيه بالخير، انا عضو في النادي الاهلي، فبالتالي انا اتحادي الى اللحظه الاخيره. والله الاهلي كسب، اصير اهلاوي بعد. في الاخير الواحد عنده، كل واحد عنده يعني ما في، مش حد لاقي حد يحفل علي. انا مع ذول فازوا او ذول فازوا. بص يا ابو صحاب، انا عايزك تعمل لايك وشير للفيديو ده وتشيره في كل حته. يا كسفتك يا زملكاوي، يا كسفتك على الهوا كده يا زملكاوي لما يجي واحد زي ده يكسفك بالطريقه دي، وطلعت منه ان هو بيشجع فريق بتاع بلده رغم انه عضو في النادي الاهلي، ولعب على الناحيتين رغم انه كان برضه من قيمه يومين بيحاول يقلل من النادي الاهلي. جاب ورا الاستاذ وليد الفراج، ورجع دلوقتي بيقول لك انا بلعب على الناحيتين. يعني هو اعلامي عايز يلعب على الناحيه دي ويلعب على الناحيه دي. ان ده كسب يطلع يقول لك الله الاهلي كسب وعمل وسوى، ان ده كسب يقول لك الاتحاد عمل واحنا بقى بنجيب بفلوسنا وبنجيب لعيبه ونقدر نعمل ونقدر نسوي. لكن هنا الكسفه للزملكاوي اللي طالع بيقول لوليد الفراج ان احنا عاملين للاهلي شو اعلامي. طب والاهلي ازاي راح كاس العالم للانديه؟ طب الاهلي ازاي بياخد دوري ابطال افريقيا؟ طب الاهلي ازاي بياخد الدوري المصري؟ طب الاهلي ازاي بياخد كاس مصر وبياخد السوبر وبياخد بطولات؟ على يعني ازاي احنا شو اعلامي؟ ازاي؟ حرفيا احنا قاعدين في وسط ناس في منهم ناس محترمه وبتطلع تدافع عن النادي الاهلي، في الوقت ده كمان يعني لما يطلع ابراهيم عبد الجواد يدافع عن النادي الاهلي، ويطلع رضا عبد العال لما يشوف فيديو من جماهير الاتحاد بتهاجم النادي الاهلي وجايبين نمر وبياكل في النسر وبياكل في قلب يعني علم النادي الاهلي ويدافع عن النادي الاهلي. فالمفروض بقى ان جماهير الزمالك بقى تقول احنا ورا الاهلي. وكمان في جماهير طلعت كمان تبع نادي الزمالك قالت احنا ورا النادي الاهلي. وانتوا كده بالفيديوهات اللي انتوا بتعملوها كجماهير نادي الاتحاد بتسخنوا لعيبه النادي الاهلي، لان الناس دي حرفيا بتاخد اوضه اللبس الفيديوهات دي وتطلعها للعيبه عشان خاطر اللعيبه تقدر تاخدها دفعه قويه وتكسب نادي الاتحاد. لايك وشير ابو الصحاب للفيديو وخليك مهتم عشان اللي جاي اهم. وطبعا الفيديو ده مهم جدا يوصل لكل السعوديين كمان قبل المصريين. شكرا لكل الناس حبايب قلبي.